تامر نبيل منورنا النهارده في منطقة. بنورك. ألف مبروك على منتهى الصلاحية. في الأول اتكلمنا عن النجاح اللي حققه المسلسل، أنت كنت متوقعه ولا؟ والله الحمد لله الحمد لله يا رب. يعني هو الاهم في الموضوع انه اي فنان في الدنيا بيعمل عمل فني بيبقى نفسه اكبر شريحه او اكبر عدد من الجمهور يتفرج عليه، وخصوصا يعني في الجمهور المصري والجمهور العربي بتاعنا يعني. ماهر، حضرت الشخصية دي ازاي؟ فيها تفاصيل كتير فكلمنا عنها. اكيد هو زيه زي اي شخصيه طبعا، ولكن ماهر الشخصيه الذئبيه دي يعني انا بحب اقول عليه كده على طول. بس هو الشخص اللي ما بيبينش اهدافه او رغباته الا في وقتها، اقتناص الفرص في وقتها. هو طول الوقت وش واحد، مبتسم طول الوقت ولطيف طول الوقت، لكن هو عقله شغال وعنده حاجات معينه هو عايز يعملها او عايز ياخدها. الحاجه الاهم انه ازاي انت هتداري كل ده، وفي اني سين هتبين اني سين هتداري ايه وهتبين ايه. كل دي تفاصيل. باين وهداري كان في مشهد اللي هو كنت بتعترف لهبة مجدي إن مش هتتجوزه وهي قالت لأ. فالمشهد ده كان رياكشناتك كانت بتتغير كل شوية، كده عملتها ازاي؟ يعني انت كنت معاها بتسمع الكلام وانت في حتة تانية، قول لنا عملتها ازاي؟ عملتها ازاي؟ تسهيل ربنا يعني. بس التمثيل مش عملية تعبيرات اكتر، هي التعبيرات دي اللي بتطلع، لكن التمثيل هي عملية ذهنية. انت كل ما بتبقى مدرك الشخصية اكتر ومدرك هي المفروض تعمل ايه في اني حدث، بقيت ادواتك بتاخد الاوردر من عقلك فبيحصل. بس ده التفسير العلمي بالنسبة لي يعني.